الأستاذ محمد شروق، يعني من المغرب الشقيق أيضا وحضور لمصر، انطباعاتك إيه عن مصر طبعا في الفترة الحالية؟ احنا او ثاني زياره نقوم بها لمصر الشقيقه، بناء على دعوه كريمه من الاتحاد المصري للاعلام والثقافه الرياضيه التي تربطنا به اتفاقيه الشراكه، وهم زارونا في المغرب مرتين. وحنا يعني اصرينا على زياره مصر في هذا الوقت بالذات، لكي نوضح للرأي العام المغربي حقيقة الأمور، بأن مصر آمنة مطمئنة رغم بعد الأحداث التي تقع هنا وهناك. ونحن منذ حلولنا بأرض مصر يعني وقفنا بالملموس على واقع الحال، بأن الأمور يعني عادية، الناس تشتغل والناس تروح للمدارس والشوارع ممتلئة والمقاهي والفنادق واحنا نحاول أن ننقل هذه الصورة إلى المغرب. في حاجة أخرى ولا؟